صراع ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بيهز كل السودان وبيثير اهتمام كل العرب. قهوتك الجميلة وتعالى نشوف ايه حوار السودان ده. 1 2 3 كتاب. الحقيقة دايما في الكتاب. ما تنساش تعمل لنا لايك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا محمد الخطيب وهقول لك على اللي فيها. يوم 15 أبريل صحينا كلنا على صراع كبير جدا في السودان ما بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دجلو الشهير بحميدتي. بس قبل ما نتكلم على آخر المشكلة تعال نجيب الحكاية من الأول. حكم الرئيس عمر البشير السودان لمدة 30 سنة وانتهت فترة حكمه بسبب الاحتجاجات والمظاهرات اللي كانت في كل حتة في السودان بتطالب بتنحيه عن السلطة، حتى ان المظاهرات دي بقت جوه الجيش. بدأت في ابريل 2019 وانتهت بعزله عن منصبه في يوليو من نفس السنة. وجه المجلس العسكري الانتقالي ووقع اتفاقية مع مين؟ مع قوى الحرية والتغيير المدني اللي هم القوى اللي كانت بتنظم مظاهرات وطالبت بتنحية الرئيس عمر البشير عن الحكم. طب الاتفاقية دي بتقول ايه؟ بتقول اننا هنعمل حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد وهنعمل اعلان دستوري مؤقت ينظم امور البلاد لحين اقرار الدستور بعد الانتخابات العامة اللي اتفقوا عليها في اواخر 2022. ولكن جينا في مارس 2022 وتولى الفريق البرهان اللي هو رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة المنصب الرئيسي الفعلي للبلاد، وبقى بيمارس كل صلاحيات الرئيس من توقيع اتفاقيات، من زيارات خارجية، من إدارة شؤون البلاد. بقى هو الرئيس الفعلي للسودان. حصلت شوية خلافات كده على السلطة ولكنها كانت مستخبية. اللي أظهرها على السطح وبينها وسط كل الناس وحولها لصراع مسلح هو رغبة الفريق عبد الفتاح البرهان مدعوم بالقوات المسلحة السودانية في إنه يدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش في خلال 2 سنين. من ناحية تانية محمد حمدان دجلو أو المشهور بحميدتي كان اللي هو قائد قوات الدعم السريع كان عايز إن الدمج ده يتم على مراحل وفي خلال 10 سنوات، ومن هنا انفجرت القنبلة. قبل ما نتكلم على تداعيات انفجار القنبلة السودانية وظهور الصراع على السطح في المجتمع السوداني تعال نفهم أكتر طبيعة القوى السياسية الفاعلة والمحركة للشارع في السودان، ودي بتشمل نوعين من الأحزاب ما قبل 2019 وما بعد 2019 من تنحي الرئيس عمر البشير. طب يا سيدي ايه هم الاحزاب التقليديه دول؟ الاحزاب التقليديه زي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الامه القومي واللي انشق منه ناس وعملوا الحزب المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني وكمان الحزب الشيوعي. هنا بعد 2019 بعد تنحي عمر البشير بدات تظهر حركات وطنيه جديده، منها الاحزاب سياسيه زي حزب المؤتمر السوداني وكمان تحالفات جديدة زي تحالف نداء السودان. ايه ده بقى نداء السودان؟ نداء السودان دول مجموعة من الأحزاب السياسية انضمت ليها مجموعة من الحركات المسلحة في دارفور النيل الأزرق وجنوب كردفان، وضم عليهم كمان النقابات المهنية والنقابات العمالية، وسموا نفسهم ايه؟ الحرية والتغيير أو قوى الحرية والتغيير. دول اللي كانوا بيقودوا المظاهرات بشكل منظم ضد الرئيس عمر البشير. طيب يا سيدي لو انت فاكر معايا احنا قلنا المجلس العسكري الانتقالي مضى اتفاقية مع مين؟ مع قوى الحرية والتغيير بناء عليها انهم يتقاسموا السلطة والمناصب التنفيذية في الدولة عشان يعدوا بالبلد لحد انتخابات عامة في اواخر 22. بس هل الصراع المسلح ده أول مرة يحصل في السودان؟ طب هل هو جديد على المجتمع السوداني؟ طب هل هو لو استمر فعلا هيؤدي لحرب أهلية جديدة؟ طب هتكون الأولى؟ عايز أقول لك لا، دي مش الحرب الأهلية الأولى في السودان، ولكن الصراع الداخلي المسلح في السودان تاريخه قديم شوية. هنتكلم على أول حرب أهلية حصلت ودي كانت سنة 1956 واللي استمرت لحد 1972، وهوب رحنا نشم نفسنا ونبني سودان من أول وجديد.
ونتفاوض على سلمية وتداول سلطة، تقوم الحرب الأهلية الثانية اللي هي سنة 1983 فضلت لحد 2002. وبعد كده اشتغلوا مفاوضات. المفاوضات رسيت على ايه؟ ان في 9/7/2011 استقل جنوب السودان عن السودان واصبحت السودان دولتين، بعد ما مات مئات الالاف من السودانيين وتشرد اكثر من 10 مليون سوداني واتحرم من نعمه الاستقرار والتواجد جوه بلدهم. ظهرت بقى بعدها مشكله كبيره جدا للحكومه السودانيه، الا وهي النفط، وما ادراك ما الطاقه. كانت الحكومه السودانيه بتعتمد على 50% من دخلها على عائدات النفط، وده بيمثل 95% من الصادرات. بعد استقلال جنوب السودان استحوذ على 75% من النفط السوداني لانه داخل نطاقه الجغرافي. والمشاكل العسكريه تمثلت ان لسه في حركات متمرده وفي حركات مسلحه في جنوب كردفان وفي دارفور وفي النيل الازرق بالطلب هي كمان بالاستقلال. يعني انا عايز اقول لك ان الصراعات مش جديده على المجتمع السوداني، انما هي بيسلموا بعض البعض. الصراع بتاع النهارده الغريب فيه ان دول قوتين حكوميتين، القوات المسلحه السودانيه، قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع دي قوات كانت شبه حكوميه وكانت بتتسمى جنجويد. ايوه انا عارف انك سمعت الاسم ده قبل كده. دي كانت ميليشيا بتديرها الحكومه السودانيه في الاماكن اللي فيها حركات متمرده مسلحه زي ما قلنا دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وكانت دي مناطق تمركزهم، والحكومه ما كانتش عايزه تخش في صراعات بالجيش السوداني مباشره مع الحركات دي، فشكلت الميليشيا الجنجويد عشان تواجه حركات التمرد. في 2014 الحكومه قررت انها تدي صفه رسميه للجنجويد وشكلت منهم وحدات وسمتها وحدات الدعم السريع. وحدات الدعم السريع كانت منتشره في كل السودان، ولكن تركيزها كان في مناطق الصراع مع الميليشيا المتمرده المسلحه. لحد كده وحلو لحد ما وصلنا 2019. في 2019 حصل الاعلان الدستوري اللي بين مين ومين؟ المجلس العسكري وقوى الحريه والتغيير، وشكلوا المجلس السيادي والدنيا تمام وعملوا الاعلان الدستوري بيقول ان قوات الدعم السريع خاضعه لاشراف القائد العام للقوات المسلحه. ومن هنا بدات الخناقه. ومن المعروف ان قوات الدعم السريع بتملك 10,000 سياره رباعيه الدفع مصفحه، وكمان تسليحها كله رشاشات خفيفه ومتوسطه. الى ان في يونيو 22 اعلن محمد حمدان دجلو الشهير بحميدتي ان هو امتلك وحدات مدرعه من طراز الBRT، ودي كانت اول نقطه تحول واللي بتدي انذار انهم بيجهزوا لصراع. وحسب تقارير كتير واكدت ان وحدات الدعم السريع بتعتمد في تمويلها على تجاره الذهب، لانها بتسيطر على كل مناجم الذهب في الداخل السوداني، يعني خصم قوي وكمان غني. نيجي بقى الناحيه الثانيه الجيش السوداني واللي قوامه 205,000 جندي، منهم 100,000 جندي في الخدمه و50,000 قوات احتياط و55,000 قوات شبه عسكريه. وبيضم في قواته الجويه اللي هي بالمناسبه رقم 47 على مستوى العالم كله 191 طياره، منهم 45 طياره مقاتله و37 طياره هجوميه و25 طياره شحن عسكري و12 طياره تدريب. اما بقى لو هنتكلم على قواته البريه اللي هي ترتيبها 69 على مستوى العالم، فهي بتضم 170 دبابه و7,000 مركبه عسكريه و20 مدفع ذات الحركه و390 مدفع مقطوع، وكمان 40 رجمه صواريخ. لما نيجي القوات البحريه فهي بتضم 18 قطعه بحريه، وكمان معاها ميزانيه دفاع تقدر ب 287 مليون دولار، وبيعتمد على تسليحه بشكل اساسي على السلاح الروسي والسلاح الصيني والتصنيع المحلي، وبيعد من اقوى الجيوش في القرن الافريقي. وبس يا سيدي، في يوم 15/4 قام الصراع بين القوتين وظهرت الخلافات على السطح، واشتعلت الاشتباكات ما بين القوات المسلحه بقياده عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بقياده محمد حمدان دجلو، وسط مخاوف كتير من كل العالم ان الحرب تتحول لحرب اهليه جديده.
وطبعا كالعاده تبادل الطرفين الاتهامات. الجيش السوداني بيقول ان قوات الدعم السريع هي اللي بدات وهي اللي هجمت وحاولت تسيطر على منشات مهمه في الدوله، وانها حاولت تسيطر حتى على القصر الجمهوري. واصدر القرار عبد الفتاح البرهان بصفته القائد العام للقوات المسلحه بحل قوات الدعم السريع، في حين ان قوات الدعم السريع طبعا رفضت القرار وقالت ان ده غير قانوني. وكمان قالت ان الجيش هو اللي بدأ الهجوم، وان هو حاول يهاجم احد تمركزاتها ومعسكراتها في جنوب الخرطوم. وكمان قالت انها سيطرت على المطار والقصر الجمهوري وبسطت سيطرتها على العاصمه الخرطوم. وسط ده كله في ابرياء بتدفع الثمن وبتروح في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. عايز اقول لك ان ليه السودان الفرخه الكشك للكل؟ ليه مش مكتوب عليها استقرار؟ لو انت عايز تعرف السر اكتب لي في الكومنتات ايه السر وهقول لك عليه. كان معاكم محمد الخطيب، حيا في كتاب.